النجم المغربي حكيم زياش يثير مخاوف مدرب وكان بوروك قبل مباراة الفريق أمام كوبنهاغن برسم دوري أبطال أوروبا. غاب نجم غالاتاساراي المغربي حكيم زياش عن المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه يوم الجمعة الماضي أمام ضيفه أدانا ديميرسبور بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال15 من بطولة سوبر ليغ التركية، وذلك بسبب آلام شعر بها اللاعب خلال التدريبات التي سبقت المباراة. وأكدت تقارير إعلامية تركية أن المدرب أوكان بوروك قرر استبعاد زياش من التشكيلة الأساسية في هذه المباراة من أجل تجنب أي مجازفة أو مضاعفات بخصوص الإصابة، خاصة وأن الفريق يستعد لخوض مباراة مهمة يوم الثلاثاء في الدنمارك أمام فريق كوبنهاغن برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج فريق غالاتاساراي إلى الفوز في هذه المباراة، وبالتالي يتعين على المدرب إشراك أفضل تشكيلة لديه. وبعد خضوع حكيم زياش تدريبات خاصة وفردية خلال الأيام الأخيرة، سافر اللاعب مع فريقه، حيث يأمل المدرب بوروك في أن يكون النجم المغربي في أفضل حالاته وفي أتم الجاهزية للمشاركة والإسهام في اللقاء الحاسم. وما رأيكم في المستوى الذي يقدمه زياش مع فريقه غالاتاساراي، والذي يجعله قطعة مهمة لا غنى عنها في تشكيلة الفريق الذي يطمح للذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم؟ هل تؤثر الإصابات المتتالية لحكيم زياش على مستواه مع الفريق هذا الموسم؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.